كل ما يجي يحب بنت عقله الباطن يقول له انت مش جذاب ومش مرغوب فيك. كان في شاب اسمه محمد، شاب زي اي حد في الدنيا، بيصحى كل يوم بنفس الروتين، بيفرك عينه، يغسل وشه، يشرب قهوته او شايه ويلبس هدومه وينزل للشغل. من بره شكله طبيعي جدا، شخص بروتين طبيعه اي شخص فينا، ولكن جواه كان في حاجه مش مفهومه، حاجه مش مريحه فيه، حاجه بتخبط عليه جوه وبتقول له انت مش تمام. واللي اغلبكم بيبقى كده. بس اضغط اللايك وتعالى نكمل القصه. بس هو ما كانش فاهم ولا عارف يفسر الاحساس ده. كل ما يحاول ينبسط بحاجه يحس بحاجه بتسحبه لورا، بتخنقه، بتشد رجليه لتحت. كل ما ينجح جواه صوت بيقول له انت ما تستاهلش، دي جت معاك صدفه اساسا، مش ليك دي. عدت السنين ومحمد عايش في الدوامه دي، بيحاول يضحك، يخرج، يشتغل، يحب، بس دايما حاسس ان في حاجه غلط، حاجه مش طبيعيه، حاجه عامله له فرامل داخليه. وفي يوم وهو واقف قدام المرايه بص في عينيه بعمق وسال نفسه سؤال ما كانش بيجرؤ يساله لنفسه زمان: هو انا مين؟ انا بجد كده ولا دي شخصيه انا لابسها عشان الناس؟ وهو واقف افتكر موقف من هو طفل، كان عنده 5 سنين وقع الكوبايه على الارض. مامته صرخت فيه بصوت عالي، قالت له يا غبي يا تايه. من ساعتها والصوت ده اتزرع في دماغه على انه غبي وغير قادر على تحمل المسؤوليه وتايه. كل موقف في حياته كان الصوت بيكبر جواه. مره استاذه قالت له انت مش هتنجح في حاجه، مره صاحبه قال له انت دايما فاشل يا ابني، مره حب واحده قالت له انا عايزه واحد انجح منك. الكلام ده يبان طبيعي ان اي حد اتقال له الكلام ده، وفي طفولته بالذات، ولكن الكلام ده دخل العقل الواعي بدون تدخل منك وسكن فيه كمان. بس المشكله الكبيره ان العقل الباطن ده مش بيفرق ما بين الصح والغلط، بين الحقيقه والكذب. اي حاجه بتتكرر قدامه بيصدقها، اي كلمه تتقال له وهو ضعيف بيسجلها على انها قانون من قوانين الحياه. ومحمد على فكره صدق انه ضعيف، صدق انه فاشل، صدق انه غير محبوب بدون درايه بيه. بس المشكله الاخطر ان كل ده بيحركه من غير ما ياخد باله. كل ما يجي يقدم على وظيفه صوته الداخلي يقول له مش هياخدوك، في ناس احسن منك. كل ما يجي يحب بنت عقله الباطن يقول له انت مش جذاب ومش مرغوب فيك. كل ما ينجح يقول له دي صدفه، ما تفرحش، النجاح ده مش ليك يا فاشل. العقل الباطن بيسوقه زي ريموت كنترول من غير ما يحس، وكان بيهدمه حته حته بهدوء، بصمت وببطء قاتل. وفي وسط كل ده محمد حاول يلجأ لحلول سريعه، قرأ كتب التنميه البشريه، سمع فيديوهات عن قانون الجذب، فضل يردد جمل ايجابيه زي انا ناجح، انا محبوب، انا غني، بس جواه صوت بيضحك بيقول له بصوت ساخر انت كذاب، انت مش كده، وانت عارف. وهنا بدأ الانهيار. الليله اللي قضاها محمد لوحده في اوضته كانت لحظه فارقه، حس فيها انه تايه وضايع ومش فاهم حاجه. سأل نفسه ليه كل ما اقرب من النجاح اخاف؟ ليه كل ما احب نفسي بحس اني بضحك على روحي؟ وفي وسط سيل الاسئله قرر يروح لمعالج نفسي. المعالج قعد يسمعه بصمت وقال له اللي جواك اللي بيقول لك انت فاشل، انت غير مرغوب فيك، انت تايه، ده مش انت، ده عقلك الباطن الزائف. اتبرمج باصوات الناس. ورد المعالج قال لمحمد افهم نفسك، اسمع صوتك الداخلي، هل هو نابع من شيء حقيقي ولا مزيف من برمجه العقل الباطن؟ وفي رحله محمد للتحرر من سيطره العقل الباطن الزائف بدا بخطوات بسيطه بس عميقه وحلها فعال. بدا يلاحظ صوته الداخلي. كل ما يجي صوت انت فاشل كان بيكتب الجمله دي: انت مين؟ صوتي ولا صوت الناس؟ بدا يفتش في ذاكرته، كتب كل موقف حس بيه بالخذلان، بالخوف او بالرفض او بالذل. وبدأ يعمل العكس. كل مرة كان بيهرب من تحدي بيواجهه، كل مرة كان بيسكت بقى بيتكلم، كل مرة كان بيستخبى بقى بيظهر. المعركة كانت صعبة، العقل الباطن كان بيقاوم انه يرجعه تاني لمنطقة الراحة، لمنطقة الخوف، لمنطقة العجز. وبعد حين بقى يسمع صوته الحقيقي، صوت هادي وصادق بيقول له انت ناجح وانت قد الدنيا كلها. وبس كده. كان معاكم ياسر عبد الرازق أزامل من قناة معتز بالفكر.